بصي، لو هنصحك نصيحة وانتي بتشتري ادوية عشان التخسيس او عشان اي حاجة، الفلوس اللي هتحطيها في ادوية التخسيس دي حطيها في انك تشتري مكمل غذائي يكون جسمك محتاجه ويكون حقيقي. يعني ما يكونش مثلا عندك نقص في فيتامين دي وتروحي تقولي لي انا هجيب مثلا مش عارفه ايه بالشاي الاخضر للتخسيس. لا، عالجي فيتامين دي الناقص عندك الاول. تمام. نفس الكلام لو في اوبشن مثلا ان انا ليكن هشتري كارنيتين، او هشتري مثلا اوميجا 3، فلا انا هختار الاوميجا 3. طب لو انا معايا فلوس ادفعها في ان اشتري كذا مكمل، لا انا هحطها مثلا في فيتامين دي وفي اوميجا 3 بس يكون مستورد. تمام. انا النوع المصري بحس ان هو كل الشركات المصريه بحس ان ما بتعملش اي حاجه. انا بقالي شويه بستعمل البيوريتانس برايد، انا حاسه بفرق، حاسه بتحسن في حاجات كتير، حاسه بتحسن في مفاصلي. يعني انا دلوقتي انا كان ركبي بتوجعني، دلوقتي انا بعرف انزل وانا واقفه كده، انزل على الارض مره واحده. تمام. ما بقتش ركبي توجعني، حاسه بتحسن في ان انا مثلا بعمل درما بين التعافي منها، التحسن يعني من الدرما بين الشهر ده كان احسن عشان كنت باخد النوع ده. فاصرفي على يعني الكيف وليس الكم. يعني اصرفي على انك تجيبي حاجات جودتها عاليه قبل ما تركزي على نوع او على كميات. الفكرة مش في الكميات، الفكرة في الجودة، انك تستخدمي حاجة واحدة بس جودتها عالية هتديكي نتيجة احسن ما تستخدمي حاجات كتيرة جودتها مش عالية. بلس ان الاكل فيه حاجات كتيرة جدا ممكن نستعين بيها لو بناكل صح. وكمان الكتر بتاع المكملات الغذائية بيكون بيأثر على الكبد والكلى يعني. بس